كان رجل يطوف بالبيت يحمل أمه بحضرة عبد الله بن عباس ويرتجز يقول: أحمل أمي وهي الحمالة ترضعني الدرة والعلالة ولا يجازى والد فعله. التفت إلى ابن عباس وقال: أتراني جازيتها؟ قال: لا، ولا زحرة واحدة. الزحير في النفاس، لا ولا زحرة واحدة. هذا الخلق هو خلق كريم، وهو من أسباب سعة الرزق، من أسباب بر الأبناء. وفي الحديث: عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم. عفوا بالكسر لأن الفعل فعل بالفتح مضاعف لازم قياسه الكسر والأمر منه. عفوا لا عفوا بالفتح. عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. يجب على الإنسان أن يكون برا بوالديه، يكون برا بأمه. قال الشيخ محمد مولود في نظمه هذا: بر بأمك كما ابن مريم كان تفز وترتقي المكارم. إن أمرتك فأتمر بعجلي، أنا عجلي. إن أمرتك فأتمر عن عجلي. وقال: وإن دعتك لا تصح عليها فجنة الخلد لدى رجليها. نعم، يجب على الوالد، على الأم، على الأب أن يعين أباه، أن يعين ولده على بره، لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بالبر يطيب العيش وتطيب النفوس، تنشرح الصدور، وتنتشر السعادة في البيوت. الإنسان إذا كان برا بوالديه فإن والديه سيكونان دائما إلى ما جبل عليه من حبه والعطف عليه، يزدادان إلى ذلك بحسب ما يسدي إليهما من البر وما يقوم به من حقوقهما. والعقوق أعوذ بالله منه من أكبر الآثام، وحتى إن الشعراء في الجاهلية ذكروا منه، تبرموا به وهجوا به أولادهم. هي امرأة تقول في ابنها: ربيته وهو مثل الفرخ، أعظمه أم الطعام، ترى في ريشه زغبا، حتى إذا آضك الفحال فحل النخل، حتى إذا آضك الفحال شذبه أباره ونفى عن متنه الكربا، أنشا يخرق أذوابي ويضربني، فبعد 60 عندي يبتغي الأدب. قالت له عرسه يوما لتسمعني مهلا، فإن لنا في أمنا أربا، ولو رأتني في نار مؤججة ثم استطاعت لزادت فوقها عطبا. ويقول آخر في ولده: ربيته حتى إذا تمعددا وآضى نهدا كالحصان أجردا، كان جزائي بالعصا أن أجلد. ويقول آخر: وجمعتها أدما جلادا كأنها أشاء نخيل تقطع جوانبه، فأخرجني منها سليبا كأنني حسام يمان فارقته مضاربه. أن أرعشت كفاء بك وأصبحت يداك يدي ليث فإنك ضاربه. ويقول الآخر: لعمري لقد ربيته فرحا به فلا يفرحا بعد امرؤ بغلام. يجب على الإنسان دائما أن يكون كما أمر الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أمر الله تعالى بهذا نبيه صلى الله عليه وسلم، والأمر فيه إنما هو لأمته، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ليبلغ عنده الكبر أبواه أو أحدهما، لأنهما مات وهو صغير أو حمل. أما عبد الله المشهور عند السيارة أنه توفي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل لم يولد بعده. أما آمنته توفيت وهو ابن 4 سنين على المشهور عند السيارة.
فقوله تعالى وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، هذا من باب إياك أن يسمع إياه تعالى، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف تبرم ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. على الإنسان أن يستغفر لأبويه وأن يترحم لهما إن كانا مسلمين. أما الكافر وغير المسلم، الوالد وغير المسلم، فيجب بره في غير ما يتعلق بالدين. من جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ويقول خليل بن إسحاق في باب الجهاد والكافر كغيره في غير الجهاد. حتى الكافر، حتى الأب الكافر يجب عليه أن يبر، حتى الأم الكافرة، حتى إن العلماء قالوا إنه عليه أن يذهب بأمه النصرانية إلى الكنيسة، هو مسلم مساعدها بالذهاب إلى الكنيسة. يجب عليه لأبويه الكافرين ما يجب عليه لأبويه المسلمين إلا إذا جاهداه على أن يشرك بالله تعالى ما ليس له به علم، أراد أن يثبطاه عن الغزو والجهاد في سبيل الله تعالى فلا تجب طاعتهما في ذلك. يجب على الإنسان يكون لين الجانب لأبويه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، حلو المنطق لهما، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كما تقول المرأة لابنها بني إن البر شيء هين المنطق اللين والطعيم. هذا الفرع من فروع الفقه كما قلت أفرد بتأليف، وأنا أنصح السامعين والمشاهدين إلى أن يقتنوا الكتاب الذي ذكرت للشيخ محمد مولود بن أحمد فؤاد الذي له اسمان وضعهما له مؤلفه، هما الظفر بالمراد في البر بالآباء والأجداد، والثاني هو فلاح المنزلين ببر الأبوين. فقد أفاض الحديث في هذا الكتاب وأفاد وأجاد رحمه الله تعالى. علينا أن نتعلم كل طاعة الله تعالى لا يمكن أن يوصل إليها إلا بعلم. لا يمكن الإنسان أن يبر والديه إلا إذا عرف ما هو البرور. لا يمكن أن يجتنب العقوق إلا إذا عرف ما هو العقوق، والعقوق عرفه الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بقوله أما العقوق فمخالفة لب فيما الخلاف فيه يوجب الغضب، وحيثما الخلاف لا يثير غضبه فجرمه صغير يكون محرما ولكن لا يعد كبير. ومن المحرمات الشائعة في بدن فيا له من قارعة، وإن ترداك الشياع ينجلي فبطش اليد وفرار الأرجل وسمع الآذان وشزر الأعين بغض القلوب واعتراض الألسن. فخفه فهو من الآفات التي لشؤمها سريعة العقوبة. يجب علينا أن نتعلم هذا الفرع من العلم وأن نطبقه في حياتنا وأن نعلمه أبناءنا وأن نحرص أن نبر آباءنا ليبرنا أبناؤنا. بعض الأعراب غير متعلمين شكى إلى شيخة من حي أن بنيه غير بررة به، شكى إليها عقوق بنيه وهي تعرف فيه أنه لم يكن برا بأبيه، فقالت له ذو القرض يوفى قرضه، قالت له بالحسانية لبس له يكيل. هذا معناه أن الإنسان يجب عليه أن يتخذ يدا عند أبويه من البرور ليجزى بها من أبنائه. فإن الله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ويقول بالمقابل وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا الموضوع الحديث فيه ذو شجون ويطول لو طال الوقت، ولكن أرجو أن يكون فيما عرضت فيه كفاية. والسلام عليكم ورحمة الله.